لو انت بتبيع منتج او خدمة ايا كان اوفلاين او اونلاين، في الفيديو ده هقولك على 3 طرق ممكن تزود بيهم مبيعاتك. بس في الاول خلينا نثبت مثال معين ونبدأ نشتغل عليه ونشوف ازاي ان احنا ممكن نبدأ نزود المبيعات. خلينا نتفق مثلا ان انت وليكن بيخش لك 100 عميل، ايا كان ال 100 عميل دول بيخشوا لك من اعلان، بيخشوا لك على البيج، بيخشوا لك المحل. بس بيدخل لك مثلا 100 عميل، افريج بيشتري منهم مثلا 3 او 4 اشخاص. طيب في الحالة دي لو انا عايز ازود المبيعات، الثلاث طرق اللي هقول لك عليهم دول 3 طرق اساسية. يعني كل حاجة فيهم بيندرج فيها استراتيجيات كتير. خلينا نتكلم في الثلاث طرق الاساسية دولت. اول طريقة ان انت دلوقتي بيخش لك 100 عميل بيشتري منهم 3 او 4. فانا لو عايز ازود مبيعاتي، اول حاجه ممكن تيجي في دماغي، طب خلاص انا عايز بدل ما بيخش لي 100 عميل، انا عايز يخش لي 200 عميل عشان يشتري منهم 6 ل 8. عايز يخش لي مثلا 300 عميل عشان مثلا ابيع من 9 ل 12. يعني بمعنى اصح، اول طريقه ان انا احاول ازود مبيعاتي. خلاص انا عرفت ان انا تقريبا بقى عندك معدل معين، انا تقريبا لما بيخش لي عدد العملاء ده بيشتري منهم عدد العملاء ده. فانا اول حاجه ممكن اعملها هي ان انا ازود عدد العملاء اللي بيدخل لي اصلا، سواء بيدخل لي على البيج او بيدخل لي المحل. تاني طريقه ان انا ممكن يخش لي نفس عدد العملاء، ال100 عميل، من غير ما ازود عدد العملاء، بس ازود برضو المبيعات بتاعتي. وده عن طريق ان انا ازود متوسط تمن الاوردر. بمعنى لو انا في الطبيعي بيخش لي عميل بيشتري اوردر مثلا سعره 200 250 جنيه، ايا كان بقى ده بيتمثل في قطعة او في خدمة معينة واحدة او ايا كان. طب خلاص انا ممكن ابدا ازود حجم المبيعات للاوردر الواحد. ابتدي ابسل على العميل. طب احنا على فكره لو خدت مثلا القطعه عندنا دلوقتي مثلا ب 200، لو خدت قطعتين مثلا هيبقى ب 375، واعمل له ديسكاونت وابدا ان انا ازود هامش الربح. طب احنا عندنا حاجات تانية، لو هو مثلا بيشتري مثلا تيشيرت، طب في عندنا بيبقى عرض على البنطلون، لو اشتريت مثلا تيشيرت مع البنطلون ده ممكن يبقى هامش الربح كذا. فبالتالي بدل ما انت كان بيخش لك ال 100 عميل بيشتري منهم 4، كل واحد فيهم بيدفع 200 جنيه، يعني 800 جنيه، لا تقريبا انت ممكن تبدأ انت تزود متوسط سعر الاوردر بتاعك. فبالتالي هامش الربح بتاعك بيزيد، بدل ما كان بيخش لك 800 جنيه مبيعات من الاربع اشخاص دول، لا ممكن يخش لك 1000، 1200، 1300، على حسب طبعا سعر الاوردر او سعر الخدمة. لو انت بتقدم حاجة ممكن تقدم معاها حاجة بشكل شهري، خصوصا للناس اللي بتقدم خدمات. ممكن مثلا انت توفر على عميل، طب خلاص اوكي انا دلوقتي قدمت لك الخدمه دي وليكن ب 500 جنيه، ب 1000 جنيه. طب في حاجه تاني على فكره، بما ان انت خلاص بقيت عميل معايا، انا ممكن ادير لك الحاجه دي او الخدمه دي وانا اللي اعدلها لك في اي وقت، ويبقى في رقم ثابت كل شهر. فبالتالي بدل ما العميل بتاعي انا جي كسبت منه 500 جنيه او 1000 جنيه او ايا كان الرقم مره واحده وخلاص، لا ده بقى خلاص حتى لو بقى فيه هامش ربح صغير شويه بس بيجي لي بشكل شهري. خلاص انا عميل 2 3 10، هتلاقي ان انت بيخش لك رقم ثابت ايا كان من الرقم الاولي اللي هو تمن الخدمة، على حسب انت بتقدم خدمة لمرة واحدة ولا خدمة بشكل شهري، انت بتدير له حاجة او بتعمل له حاجة او بتمسك له التسويق او بتمسك له الصفحة ايا كان يعني. فدي تاني طريقة ان انت تبدأ تزود هامش ربحك، تبدأ تزود متوسط سعر الاوردر بتاعك اللي هو الافريج اوردر فاليو. ان لا بدل ما يشتري ب 200 يشتري ب 300، يشتري ب 400، يشتري ب 500. دي تاني طريقة. تالت طريقة ان انت طب خلاص اوكي انا ما عرفتش ازود العملاء، او انا مش عارف ازود العملاء بتوعي ازاي في اول طريقة، وفي نفس الوقت انا سعر اصلا الاوردر عندي غالي. فغالبا معظم الناس ممكن ما توافقش على موضوع الابسل او ايا كان، بس هو ما فيش حد ما بيوافقش على الابسل يعني. في طبعا بس نسبة قليلة. الابسل بيجيب مبيعات وبيزود هامش الربح جدا. بس خلينا نقول ان انت معرفتش تعمل الطريقه الاولى ولا الطريقه التانية، خلاص انا دلوقتي دخل لي النهارده 4 عملاء، بكره دخل لي 4 عملاء اشتروا، وهكذا. ممكن ابدا اشتغل على الطريقه الثالثه وهي حاجه اسمها ريبيت كاستمرز، ان انا اشتغل على العملاء اللي اشتروا مني وابتدي فعلا ابني معاهم ريليشن، وابتدي فعلا ابني معاهم ثقه، واتابع معاهم واخبار الاوردر ايه، وفي اي حاجه محتاج مثلا تعدلها، عايز تستبدل، عندك اي استفسار. ده هيدي ثقة للعميل، وخلاص تقدر بعد كده تتابع مع العميل ده، نزلت اي اوفرات تبعت له، نزلت اي عروض تاني او موديلات تانية تبعت له.
ممكن لو معروض عليك منتج او انت شايف ان في منتج معين بس انت لسه مش عارف تجربه ولا لا، فممكن عادي جدا تسأل. خلاص انت عندك قاعدة عملاء بيثقوا فيك وفي ما بينكم تواصل، تبدأ تسألهم وتبدأ تعرض عليهم منتجاتك. يعني بكل بساطة انت يا اما هتزود عدد العملاء اللي بيخشوا لك عشان عدد العملاء اللي بيشتروا منهم يزيد، او ان انا ازود حجم او متوسط سعر الاوردر بتاعي، او ان انا اشتغل على العملاء اللي اشتروا مني. ومش معنى ان هم اشتروا مني خلاص مرة يبقى انساهم، لا بالعكس، الناس دي يعني اسهل بكتير انهم يشتروا منك من عميل جديد، لان الناس دي مش مجرد انها دخلت سألتك او عرفتك وبس، لا دي الناس دي جربت المنتج بتاعك، وطالما ما اشتكتش وطالما ما رجعتش وما عملتش اي استبدال يبقى المنتج عجبهم، فبالتالي بقى اسهل ان انت تبيع لهم. دي ثلاث طرق اساسيه، وكل حاجه فيهم بقى جواها يعني استراتيجيات معينه. طب انا ازاي ابتدي ازود العملاء بتوعي؟ انا هدفع فلوس، هل لازم ادفع فلوس في الاعلانات زياده عشان ازود العملاء بتوعي؟ طب انا ازاي اصلا مثلا ازود حجم الاوردر واعمل ده؟ اتواصل مع العميل ازاي؟ اظبط ده على الويب سايت عندي ازاي؟ طب انا ازاي فيما بعد اقدر اتواصل وريتارجت العملاء دول، حتى الناس اللي اشتغلوا او الناس اللي اشتروا، او حتى الناس اللي ما اشترتش ازاي اقدر افولو اب معاهم وريتارجت؟ لو انت حابب تعرف المعلومات دي كلها طبعا هنزل عن كل حاجة فيهم فيديوهات. بس احنا كل فترة بعمل سيشنز اونلاين، زوم لايف، بنقدر نتكلم فيها. بعمل تو سيشنز بصراحة، الاتنين كل حاجة فيهم بتتكلم عن موضوع. سيشن بتكلم فيها عن الاعلانات والتسويق والمبيعات، وازاي تزود مبيعاتك، وازاي تظبط الكونفرجن ريت بتاع الويب سايت بتاعك، وازاي ترد على العملاء، وازاي تري تارجت، وحاجات كتير كل ما يخص لو انت عندك بيزنس سواء بتبيع منتج او خدمة. وسيشن تانية بعملها برضو كل فترة بتبقى للناس اللي عايزة تعرف ايه هي الفرص المتاحة، وعايزة يبقى عندها مصدر دخل اونلاين او حتى اوفلاين، او عايزة تتعلم مهارة معينة جديدة ومش عارفة ايه المهارة اللي ممكن تبقى مطلوبة في السوق. كل فترة بعمل تو سيشنز، واحدة بتتكلم عن التوبيك ده وواحدة بتتكلم عن التوبيك ده. السيشنز دي بتبقى فور فري. لو انت عايز تتابع الفيديوهات ولو عايز تحضر معانا السيشنز، ممكن تسيب كومنت او ممكن تبعت رسالة على الماسنجر، وهبعت لك مسج بحيث ان انا اقدر بعد كده اتواصل معاك في اي وقت، وابعت لك لو هنعمل سيشنز اقدر ابعت لك قبليها على طول. شكرا.